هعمل النهاردة معاكم كنافة، بس بقى مش اي كنافة، هعملها بالكريمة والقطع الفراولة وجيلي الفراولة. هعملها بطريقة حلوة جدا هتعجبكم قوي. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. تعالوا بقى نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجة هحط هنا كوباية من المية، عليها بيكو كده من الجيل الفراولة، بقلبهم مع بعض كويس بحيث بس ادوب الجيلي في كوباية المية بالشكل ده. اول بقى ما يدوب، وبعدين بعد كده بتقيدي النار وتخليه يغلي. ماشي. اول ما يغلي بقى معاكي بالشكل ده، بتدفي خلاص عليه، بتزودي كوباية مية تانية باردة من الحنفية عادي. تمام. بعد كده بتقلبيهم مع بعض وخلاص كده الجيلي بتاعي جاهز. تمام كده. كده خلصنا اول خطوة من خطوات الوصفة بتاعتي. تعالوا بقى نخش على الوصفة على الحاجة اللي بعدها. انا عندي هنا الاطباق دي بتجيبيها عادي من عند الراجل اللي بيبيع الادوات بتاعت الحلواني، اللي هي الفايل والحاجات دي. تمام. بتجيبيها منه، عايزه بقى العدد اللي انت عاوزاه، او لو عايز تعمليها في كاسات عادي جدا، في اطباق صغيره برضو عادي. دي كانت متوفره عندي فقلت اعمل فيها. تمام. بتجيبي بقى الكنافه بتاعتك وتحمريها كده في شويه سمنه على النار لغايه لما لونها يحمر كده. بعد كده بتجيبي الشربات بتاع الكنافه وبتضيفي معلقه واحده كده بعد ما بتحطي الكنافه في الطبق بالشكل ده. بعد كده حبايبي بنزل بقى شويه من الكريم شانتيه، الكريم شانتيه العادي اللي احنا بنحطه على التورت. تمام. بحط بقى على طبقة الكنافة. تمام. بعد كده بجيب معايا بقى الفراولة بتاعتي، بكون مقطعها قطع صغير بالشكل ده، بحطها على الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ عايزة اقول لكم الوصفة دي تحفة جدا، لازم تعتمدوها وتعملوها في رمضان، هتشرفك جدا. عايزة اقول لكم طعمها يهبل. بعد كده حبايبي بنزل بقى الجيلي اللي احنا جهزناه مع بعض في الاول على الفراولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الجيلي هينزل تحت كده على الكنافة من تحت بقى، وعلى الكريمة وعلى الفراولة. عايزة اقول لكم بجد ميكس كده فظيع، بيدوب في البق. بعد كده حبايبي بدخله التلاجة، بسيبه بس يبرد بقى معايا شوية. تمام. بالشكل هروح بقى ادخله التلاجة. تمام. وبكده خلاص جاهز معايا. شايفين شكله حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم بجد شكله تحفه 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 يعني، وطعمه في منتهى الجمال. حلوه قوي يا جماعه. شايفين الشكل؟ طبقه الكنافه مع طبقه الكريمه مع الفراوله مع الجيل اللي احنا حطيناه، مخلي الطعم في مكان تاني خالص. لازم تجربوها بطريقتي، ان شاء الله تعجبكم. يا رب بقى الوصفة تعجبكم. عاوزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، وفعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين الطبقات حلوة قوي. بصوا، انسوا بقى التشيز كيك واعملوا الوصفة دي. يلا مع السلامة وباي باي. وحوي يا وحوي